انا اتسحرت بفسيخ قبل كده في اخر 10 ايام في رمضان، وفي نص رمضان ساعة ما بنبدأ تجهيزات عيد الفطر. بنبقى احنا اول ناس بندوق منها، بنبقى احنا اشتقنا يعني للفسيخ. بس بناكل بقى وقتها بنجرب بناكل اللي هو الملح الخفيف خالص. الكبيرة بتبقى مزبدة اكتر، وبتبقى نسبة الدسم فيها اعلى، وبيبقى اللحم فيها اكتر. لكن الصغيرة ما يعني بيبقى اللحم فيها برضو مش كتير زي الفسيخة الكبيرة. السهلية أفضل في الفسيخ ولا البوري؟ هو معظم الناس بيفضلوا البوري اللي هو المية العذبة، بيبقى طعم لحمه أحسن، وبيبقى نسبة الدسم فيه أعلى، تبقى الفسيخية مزبدة. سمكة البوري من الطبار، من السهلية. نفرقهم ازاي؟ لا، هو لازم حد يبقى يعني خبير شوية في الأسماك عشان يقدر يفرق ما بينهم. لكن مفيش علامات كده نبص عليها نعرف احنا؟ هو دايما سمكة البوري بتبقى الراس بتاعتها أتخن شوية من الطبار، وبيبقى يعني حجمها كده جسمها بيبقى عريض. لكن الطبار بيبقى الراس بتاعتها أرفع شوية من سمكة البوري، والسهلية بتبقى راسها صغيرة. ولون اللحم في السهلية مختلف عن الفسيخ البوري؟ لا، هما تقريبا متقاربين من جوه. بيبقى الفسيخة الكويسة والسهلية الكويسة بيبقى لونها من جوه اللون الوردي زي اللي في الصورة كده. ده اللون الكويس بتاعها، ده بتاع السمكية الممتازة يعني. لكن لو لونها غامق او كده ما بيبقاش كويس. حد جال حضرتك قبل كده وقال لك في رمضان انا عايز فسيخ؟ بياكلوه تسحروا بيه؟ لا، سفر. طب ما تعرفيش ان حد اتسحر بفسيخ قبل كده؟ انا اتسحرت بفسيخ قبل كده في اخر 10 ايام في رمضان، وفي نص رمضان ساعة ما بنبدأ تجهيزات عيد الفطر. بنبقى احنا اول ناس بندوق منها، بنبقى احنا اشتقنا يعني للفسيخ. بس بناكل بقى وقتها بنجرب بناكل اللي هو الملح الخفيف خالص عشان برضو ما يعطشناش في الصيام يعني. الفسخانية بيحبوا الفسيخ برضو زي عامة الشعب كده وبياكلوا منه كتير ولا زي طبعا احنا النهارده بس؟ لا، احنا بناكل على طول. احنا ساعة ما بنزهق من الفطار الطبيعي بتاعنا اللي هو الفول والطعمية والجبن بنفتح فسيخ، بنفتح رنجة. بيبقى اسهل حاجة جنب ايدينا يعني. كل سنة وحضرتك طيبة. وانتي بالصحة والسلامة حبيبتي.